اللي بيتابعون اللي عندهم تليفونين، الصوت واضح على اليوتيوب ولا؟ اسمي صلاح الدين الكردي على اليوتيوب، اسم صلاح الدين الكردي تمام كله. طبعا اسعد الله مساءكم جميع الاخوه والاخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه، حياكم الله وبياكم واسعد الله مساءكم. طبعا اليوم حلقه راح نعود فيها الى الحلقات السياسيه اكثر شوي شوي مع الوقت، مره اخرى اكثر من اللي كنا نتطرق فيها الامور الداخليه والحرب الخاصه اللي كانت ماشيه الفتره اللي فاتت. طبعا نحن نلاحظ الان، وانا حكيت لكم قبل ايام ايضا انه الخطاب التركي راح يتغير بالفتره القادمه، وامبارح حكيت انه اي هجمه قويه راح تكون خلال الفتره القادمه هو راح تؤدي الى ايش؟ انه اعطينا انطباع بانه تقريبا الهجمات التركيه راح تتوقف خلال الفتره القادمه. طبعا كان في اجتماعات مهمه للغايه للتحالف الدولي مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية، وشفنا عدة تغريدات سواء من أبو عمر الإدلبي اللي شفناها، وبعض التصريحات اللي حصلت أيضا من قادة قسد وعلى رأسهم الجنرال مظلوم عبدي. طبعا أنا راح أقرأ لكم مع وكالة الشيستو بريس من شوي لما عرضت أيضا مقابلة الاجتماع الذي تم، يقول فيه جنرال مظلوم عبد: الاجتماع الذي تم تعيين الشرع رئيسا مؤقتا فيه لم نكن حاضرين فيه ولن نعلق على الأمر. لم تتم مناقشة الأمر معنا، هناك مفاوضات وموقفنا سيستند إلى نتائج المفاوضات. دول التحالف بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تتوسط بيننا وبين السلطات في دمشق. وهذا أمر كان واضح جدا. نريد دولة علمانية ومدنية ولا مركزية تحترم جميع مواطنيها بغض النظر عن دينهم وأعراقهم. لا نريد الانفصال عن البلاد أو إنشاء حكومة وبرلمان مستقلين. سوريا ليست العراق، وشمال سوريا ليست كردستان العراق. طبعا في فروقات كبيرة يعني بالخصوصية أيضا وبالطبيعة الديمغرافية أيضا للمنطقتين، وهذا أمر طبيعي. شعب شمال شرق سوريا يريد إدارة شؤون المحلية في دولة لا مركزية. نريد أن نكون جزءا من وزارة الدفاع وجزءا من استراتيجية الدفاع السورية. التفاصيل لا تزال بحاجة إلى مناقشاتها، وقد أرسلنا اقتراحا بشأن هذه القضية إلى دمشق ونحن في انتظار الرد. داعش استغلت سقوط الأسد واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة من مواقع تخلت عنها قوات الأسد. القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا لأنها ضرورة في مكافحة داعش. لسنا على علم بأي خطط أمريكية بالانسحاب، يعني يقول لك ما في خطط أمريكية وما عندنا علم بالانسحاب نهائيا. ولو كان في أي شيء من هذا القبيل لكان أبلغوا فيها قوات سوريا الديمقراطية. شوفوا لي بس الصوت على اليوتيوب واضح ولا لا؟ بس على اليوتيوب، لأنه في ناس عم بتقول الصوت غير واضح على اليوتيوب، مع أنه أنا عدادات الصوت جميعها شغالة يعني. عدادات الصوت جميعها شغالة، أعتقد أنه الصوت واضح تمام. طبعا شفنا تصريحة كان في دان اللي من شوي قرأته لكم كمان، يعني يقول لك بدأ الأتراك بالحديث بلهجة مختلفة تماما عن اللهجة السابقة اللي كانوا يتحدثون فيها. بدنا ندفن، بدنا نعمل، بدنا كذا، بدنا هاي. وهذا دليل على أي كلام اللي قلت لكم إياه امبارح، إنه يبدو إنه الفترة الزمنية يلي كانت محددة إلهم قد شرفت على النهاية. فلذلك بنشوف تصريحات إنه غير قادرين على القضاء على قوات سوريا الديمقراطية، وفشلت كل مشاريعهم تقريبا اللي كانوا يخططوا عليها من أول سقوط لحظة سقوط بشار الأسد إلى الآن. فلذلك بنشوف الخطاب تغير. اليوم هكان فيدان ماذا يقول؟ هكان فيدان يقول: نأمل بأنه مسألة المقاتلين الكرد أنه تنحل مع دمشق، فأحال هذا الموضوع إلى حكومة دمشق، وموجود على وسائل التواصل على وسائل الإعلام التركية كلياتها. طبعا هذا التغير في اللهجة السياسية تحدثت عنه من فترة، وقد
قبل شهور عديدة أيضا قلت لكم ما في مجال أمام الإتراك إلا بالنهاية سيقومون بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء الدوليين. طبعا رسالة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي كانت واضحة بالأيام التي فاتت بتعزيز قواتها في شرق الفرات بشكل كبير جدا، وخصوصا قوات دلتا والنخبة اللي دخلت خلال الأيام اللي فاتت. طبعا من هون يبين لنا أن هناك مخطط، نعم زيادة القوات، لأنه هذه القوات أساسا لا حتى تنظيم داعش لا يحتاجها. اليوم دخلت منظومات تشويش عالية جدا تصل إلى 30,000 هرتز، وهذا لأول مرة تدخل فيها إلى شرق الفرات. يعني منظومات التشويش هي منظومات تشويش على المسيرات، فإذا تم تشغيلها لا تستطيع أي مسيرات أنه تطير فوق شرق الفرات، وراح تكون يعني هدف سهل جدا أيضا. ومنافسة تعطيل الأجهزة الإلكترونية للمسيرات اللي موجودة ما راح يخلي في تواصل معها، فراح تسقط هاي بسهولة جدا. وهذا خبر صاعق جدا اليوم، وأهم من الأخبار أعتقد أنه خلال الفترة اللي فاتت كلياتها. أنا أعلم أنه كثير ناس ما يعرفون بالأمور العسكرية، لذلك هذا الموضوع بالنسبة لهم يعني ما نفهمانين شو هو، بس لكن له دلالات عسكرية كبيرة جدا. لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية تدخل إلى شرق الفرات منظومات تشويش عالية جدا ومتطورة لا تملكها كل دول المنطقة، حتى إسرائيل لا تملك مثل تلك المنظومات. وهذا اليوم اللي أعلنت عنه التحالف الدولي بشكل رسمي أيضا. طبعا راح نروح للمواضيع السياسية والهامة للغاية. كانت في زيارة اليوم لأحمد الشرع للمملكة العربية السعودية. هنا بدي أرجع شوي لورا عدة سنوات لحتى أفسر لكم شو طبيعة هاي الزيارة. أعتقد أنه أغلب الناس اللي كان الموجودة الآن معنا باللايف يعني تابعت الربيع العربي وشافت ثورات عديدة، سواء كانت في تونس، مصر، ليبيا، اليمن، وكل هذه الدول. ناخذ دولتين مثال نوعا ما، والدولة الأخرى اللي راح أخذها مثال راح أخذها في يوم آخر، لأنه المسألة فيها أعمق بكثير وتحتاج إلى وقت طويل لشرحها. خصوصا الدولة هي ليبيا، راح أخصص حلقة خاصة إلى ليبيا، وهذا أمر هام للغاية. احنا بنعرف أنه أول ثورات الربيع العربي انطلقت في تونس. بس ثواني. تمام. أول الثورات العربي هي بدأت في تونس. سقطت الحكومة التونسية وغادر بن علي. ولوين راح بن علي لما ترك قبل ما يعني يتحول الوضع إلى كارثي فيه؟ ذهب إلى المملكة العربية السعودية، عاش فيها 3 سنوات وبعدين توفى. طبعا بعدها جاءوا حركات الإسلامية اللي كانوا أغلبيتهم جميع أحزاب اللي موجودة، وعلى رأسهم الغنوشي زعيم حركة النهضة، اللي كان 20 سنة تقريبا في المنفى وما كان قادر يزور تونس أيام بن علي نهائيا. وجاء إلى تونس وحصلت هناك انتخابات نوعا ما، وكانت بعد الانتخابات كل الميول تقريبا للشارع العربي بعد الربيع العربي ظنا منهم انه التغيير، لانه ملوا من القوميين. يعني القوميين اللي كانوا يحكموا يعني كان حكمهم كتير صعب. فلذلك الشعوب العربية بطبيعتها ما كانت شعوب يعني راديكالية أو إسلامية أو تتبع للتنظيمات الإسلامية، لكن الحب التغيير والاندفاع أكثر نحو تغيير القوميين لم يجدوا أمامهم سوى من الإسلاميين، وعلى رأسهم حركة الأخوان المسلمين. فقامت حركة النهضة بالانتخابات ونجحت فيها، ونجح فيها راشد الغنوشي وقتها، وكانت فارقة بالنسبة للدول العربية كلها أنه حركة الأخوان المسلمين تحكم أول دولة عربية في تونس. طبعا تلتها مصر أيضا،
ونفس الشيء حصل في مصر تماما أيضا، لأنه الحزب المؤتمر القومي اللي كان بيقوده حسني مبارك كان كمان محسوب على القوميين، وكان يعني العالم كلياتها متذمرة من حكم حسني مبارك. وتعرفوا أنتم قضية حسني مبارك شلون استلم الحكم. أساسا استلم الحكم بالصدفة عند مقتل السادات. كان حسني مبارك ما عنده طموح انه يصير رئيس مصر ابدا، فتم تعيينه في مرحلة انتقالية مثل اللي حصل في سوريا الآن، وبعدين بقى بالحكم وسيطر على الحكم ودام حكمه إلى 32 سنة تقريبا. وهاي الفترات الطويلة بالنسبة لحكم القوميين يعني أثرت على الشعوب العربية بشكل كبير جدا. فهاي المسألة دفعت الشعوب العربية بأي انتخابات تحصل وكذا أنه يختاروا اللون الآخر، يجربوا اللون الآخر. وكان عندهم ظن أنه الإسلاميين ممكن يكونوا أفضل من القوميين بشكل كبير. فنجح أيضا محمد مرسي في الانتخابات في مصر بفارق ضئيل، ما كان الفرق كبير أيضا ما بينه وما بين العلمانيين اللي كانوا ينافسوا في الحكم. طبعا هنا برز دور دولتين بشكل كبير جدا في دعم الحركات الإسلامية اللي كانت موجودة، واستغلت وضع الربيع العربي اللي رأسه طبعا تركيا وقطر. بدأت قطر بتمويل الحركات الإسلامية كلياتها اللي كانت موجودة. وأنا قلت لكم راح نتحدث اليوم شوي عن تونس وشوي عن مصر لحتى نشوف دور المملكة العربية السعودية ونشرح بهذا الموضوع. طبعا قطر وتركيا بدأوا العمل مع الحركات الإسلامية اللي موجودة وتمويل حملاتهم الانتخابية أيضا والانتخابات اللي كانت موجودة. فبدأوا برش الأموال، قطر ترش وتركيا هي المحرك الأساسي أو السياسي لإعطاء التعليمات والإرشادات لكلياتهم. كانوا شفنا نحن الغنوشي آخر فترة يعني بدأ يحول حزب النهضة بشكل مشابه إلى حتى أك بارتي اللي بيحكم في تركيا، يعني حزب العدالة والتنمية، ويغير من شكله. وكان يحاول يسوي دستور علماني أيضا في تونس، لكن بصبغة إسلامية كما موجود تماما في تركيا، وروج هذا للعالم. لكن هذا ما نفعه نهائيا، بالمسألة هاي ما نفعته نهائيا. إلى أنه طبعا الحركات الإسلامية في تونس قبل أن تستلم السلطة وأثناءها أيضا قاموا باغتيالات كثيرة جدا، واختاروا مسألة الكفاح المسلح للوصول إلى السلطة. فكل هذا يعني كان موجود أمام الرأي العام التونسي والمحاكم التونسية. فحكم بالسجن 3 سنوات الغنوشي وانتهى حكمه. وكان للمملكة العربية السعودية دور كبير في هذا الموضوع أيضا، دور كبير جدا، بسبب إيش؟ الصراعات اللي كانت موجودة ما بين الدول العربية والحركات الإسلامية ومنعها من الوصول إلى الحكم. طبعا نفس فترة الغنوشي عندما انتهت بدأ الصراع من تركيا بدعم جميع المعارضين السعوديين بكل أشكالهم. وشفنا قضية الخاشقجي ولما جابوه الأتراك إلى تركيا وحاولوا تزويجه أيضا من وحدة تركية، وبدأ المال القطري ينهال على المعارضين السعوديين اللي كانوا موجودين أساسا في الشتات، منهم في أمريكا واللي كان في بريطانيا واللي كان مثل المسعودي، وكثير ناس من اللي كانوا محسوبين على المعارضة السعودية اللي بالأساس أغلبيتها كانت شبيهة بحركات إسلامية قريبة من فكر أخوان المسلمين. طبعا هاي المسألة مسألة تاريخية قديمة جدا، يعني من بداية إنشاء المملكة العربية السعودية، وعندما قام الشيخ عبد الوهاب الشيخ المجدد بمحاربة الحركات الباطنية والحركات الصوفية والحركات اللي كانت أغلبيتها مدعومة من الدولة العثمانية آنذاك. وحصل أمور كثيرة بهذا الموضوع، وأنا ما بدي أرجع بالتاريخ كثير بهذا المسألة. فالصراع ما بين الدولة العثمانية وآل سعود آنذاك أو حكام المملكة العربية السعودية المؤسسين الأوائل كان صراع
كبير جدا يعني، إلى أن جاءت الثورة العربية وتم دعمهم من الإنجليز خصوصا على رأسهم الشريف حسين، وتم القضاء على الدولة العثمانية. الآن لما عاد أردوغان والإسلاميين إلى سدة الحكم في تركيا، حاولوا بكل الوسائل أنه يعني يعيدوا شكل أمجاد الدولة العثمانية مرة أخرى. فظهر الصراع مرة أخرى ما بينهم وما بين المملكة العربية السعودية على هذا الوضع، لأنه السد المنيع أمام قيام الدولة العثمانية مرة أخرى والسيطرة على الدول العربية وتطبيق المشروع الملي كانت على عاتق المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع. فأي عودة إلى المشروع الأخواني اللي هو ينادي بالخرافة الإسلامية، طبعا هنا يسميها خرافة وليست الخلافة الإسلامية، وهي هو تهديد للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل مباشر بسبب ايش؟ تناقضات التاريخية اللي حصلت، ويعني الثورات اللي حصلت أيضا ضد العثمانيين في بلاد الحجاز وقتها، وتم القضاء على كل أشكال الصوفية اللي كانت موجودة آنذاك واللي كانوا كلياتهم تابعين للدولة العثمانية. هذا الموضوع طبعا موضوع مختلف تماما، موضوع تاريخي راح نتحدث عنه في فترة لاحقة. طبعا حصل في مصر أيضا كما حصل في تونس تماما، سقط حكم حسني مبارك وحصلت انتخابات فيها، ومثل ما قلنا لكم الشعوب العربية كانت تواقع أنه تجرب نظام حكم جديد مختلف تماما عن حكم القوميين آنذاك. فنجح محمد مرسي في فترة حكم قصيرة جدا. شو اللي حصل في الفترة هاي القصيرة جدا؟ طبعا أول زيارة قام فيها محمد مرسي بعد توليه الحكم في مصر زار المملكة العربية السعودية، وتم إعطائه تعليمات هامة للغاية. طبعا المملكة العربية السعودية ليست ضد الحركات الإسلامية أبدا ولا بأي شكل من أشكالها، لكن ضد التوجه العثماني القديم. فلم يلتزم محمد مرسي بالتعليمات اللي أملته عليه المملكة العربية السعودية بوقتها، ووعدوه كثير بالاقتصاد، ووعدوه بالتنمية، ووعدوه بمساعدة مصر والتخلص من ديونها، ووعدوا بمشاريع تنموية كبيرة جدا. لكن أبى محمد مرسي وقتها إلا أنه يتوجه إلى تركيا بشكل أكثر ويساند تركيا في مشروعها الملي. وأول الخطوات اللي قام فيها هو إيش؟ إرجاع العلاقات اللي كانت مقطوعة أكثر من 20 سنة مع إيران. والأمر الآخر اللي جاهر بإيش؟ دعم حركة حماس أيضا. فهذا الموضوع، وجاهر أيضا بدعم إخوان المسلمين الموجودين في سوريا. ونحن نعرف الخطاب الملعب اللي حصل في القاهرة في عام 2013، وكان هذاك الخطاب هو السبب إنهاء حكم مرسي. طبعا هون الدول الغربية كلياتها ما عندها مشكلة بالإسلام السياسي، لأنه كانت بتشوف تركيا أنه يكون نفس النموذج. هذا بالنسبة لحكومة الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم كان أوباما وقتها. كان يرى أنه لا ضير أنه يجوا الإسلاميين اللي تركيا كانت تقدم نموذج على أساس أنه هو أفضل نموذج للحكم، ويكونوا علمانيين لكن بطابع إسلامي. طبعا هنا لم ينجح هذا الموضوع نهائيا، ما قبلت فيه الدول العربية نهائيا. فتم قيام الثورات المضادة سواء كان في تونس ولا كان في مصر. طبعا نفس هذا الشيء تماما عم نشوفه حاليا وين؟ عم نشوفه في سوريا. يعني كثير من الناس الآن بتظن انه المملكة العربية السعودية جابت احمد الشرع وبدها طلعوا على الواجهة مرة تانية وبدها تعاومه وراح يصير هو الحكومة الرئيسية في سوريا. لا، الموضوع مختلف تماما من اللي انتم بتفكروا فيه. في كثير ناس
بظن السوء في المملكة العربية السعودية من هاي الناحية. المملكة العربية السعودية نفس الشيء عملت مع مرسي، ونفس الشيء عملت مع الغنوشي، ونفس الشيء عملت في ليبيا وفي كل المناطق الأخرى. دائما نهجها بأنها تبقي شعرة معاوية، حتى مع الحركات الإسلامية اللي تيجي في سبيل تغيير نهجها. يعني اليوم أحمد الشرع راح للمملكة العربية السعودية لحتى المملكة العربية السعودية توجه بشكل وما تقطع شعرة معاوية نهائيا مع الإسلاميين اللي راح يحكمون سوريا. لكن في الفترة القليلة القادمة إذا اكتشفت المملكة العربية السعودية أنه ما في حل مع هؤلاء، وخصوصا إذا طلعت التصريحات الغربية أيضا، وشفنا حكومة ترامب أخذت دورها وكذا، في المملكة العربية السعودية راح ترجع 10 خطوات إلى الوراء. وهذا اللي حصل مع محمد مرسي، وهذا اللي حصل مع راشد الغنوشي أيضا، وحصل في ليبيا أيضا، وحصل في مناطق عديدة جدا. الإمارات تأخذ موقف مختلف تماما، هذا معروف. فالإمارات تأخذ موقف العدائي اللي هو بشكل مباشر، وتترك الأمر الآخر للمملكة العربية السعودية اللي هي بتديره، مثل تماما دور تركيا وقطر. الممول هي قطر، والمحرك السياسي هو تركيا. بالنسبة للدول العربية المحرك السياسي هو المملكة العربية السعودية. أغلب التمويل الثورات المضادة كانت عن طريق أو على يد الإمارات العربية المتحدة. وشفنا دور الإمارات العربية المتحدة مثلا في ليبيا أيضا، وقت صار يدعم حفتر لما ما شاف حل نهائيا في ليبيا فالتوجه إلى الثورة المضادة، وقامت الثورة المضادة في ليبيا. في تونس أيضا نفس الشيء، قامت الإمارات العربية المتحدة بدعم المعارضين اللي كانوا معارضين لحركة النهضة، وجمعوا كل الملفات اللي عليها، وكان بشكل الثورة المضادة في تونس يعني نوعا ما سلمي. حتى الثورة اللي حصلت في تونس كانت أيضا ثورة سلمية. وهي في مصر أيضا أخذت طابع تقريبا أيضا سلمي. طبعا حاول الغنوشي كتير انه يغير من شكله ومن هيئته ايضا الاخوانيه الى هيئه مختلفه تماما، لكن لم يكن هناك قبول من المملكه العربيه السعوديه. فما يجري في سوريا الان وذهاب احمد الشرع الى المملكه العربيه السعوديه واستقباله محمد بن سلمان حصل تماما مع محمد مرسي عندما استقبله الملك عبد الله وقتها. ولا بن سلمان، عبد الله بن سلمان اللي استقبله، نعم. وكان نفس الشيء ونفس الطلبات اللي طلبت منه: نحن مستعدون انه نرجعكم على الحاضنة العربية، نحن مستعدين انه نقدم لكم كل آه الدعم اللي تحتاجونه بالمسائل الإنسانية، بالمسائل العربية. وهذا طبعا العمق العربي اللي هي المملكة العربية السعودية، وهذا أمر طبيعي يعني ما تقوم بالدور هذا المملكة العربية السعودية بشكل آه آه دائم. لكن هنا أنا عندي شخصيا نظرة استراتيجية مختلفة تماما. لم تتعلم المملكة العربية السعودية بأنه اللين ومحاولة إقناع الإسلاميين دائما هي فاشلة، لأنه فشلت المملكة العربية السعودية في تونس. هلا صارت ثورة مضادة، نعم، تغيروا هؤلاء، نعم، لكن السياسة اللينة التي كانت تتخذها في تونس أو في ليبيا أو في مصر كانت سياسات فاشلة، وهي مضيعة للوقت. وأنا هنا بوجه كلامي للإخوان في المملكة العربية السعودية بأنه أنتم تضيعون وقتكم أيضا مع المدعو أبو محمد الجولاني، لأنه بالأساس أبو محمد الجولاني لا يستطيع الانفصال عن تركيا لا من بعيد ولا من قريب. الأتراك أدركوا أيضا تماما بأنه بعد الحكومات الإسلامية اللي حصلت من تجاربهم في ليبيا ومن تجاربهم في مصر انه خطأ جسيم جدا. فلذلك عم تحاول تدخل المملكة العربية السعودية بحيث بأي شكل من الأشكال تشرعن الحكومة اللي قادمة في سوريا، الحكومة الانتقالية، وتتحول إلى حكومة دائمة. لأنه أنا شرحت لكم أكثر من مرة بأن الأتراك ما بيهمهم سوريا ولا بيهمهم أي شيء ولا من يحكم سوريا، ما يهمهم أنه تحصل حكومة بأي شكل من الأشكال يكون معترف فيها لحتى هي تمرق المشاريع وتعمل العقود اللي بدها إياها. وبعدين إيش ما يصير في سوريا أو مين يحكم سوريا ما عندهم مشكلة، لأنه بالقانون الدولي تستطيع
أن تحصل على ما تريد. ومشكلة تركيا بأنه لا تستطيع ولا توجد أي جهة أخرى موالية إلها تستطيع أن تقدم لها ما يقدمه أبو محمد الجولاني. طبعا نحن خلال السنتين والثلاثة الفاتت شفنا التناقضات الكبيرة جدا والصراع اللي كان موجود ما بين الأتراك وما بين هيئة تحرير الشام. ما في صورة، في صورة على الفيسبوك، ما في صورة على اليوتيوب، غريب. ثواني بس، ثواني. مسألة هلا تجي الصورة، ما في مشكلة. معلش، هي تجربة يا أخوان، خلال الأيام القليلة القادمة راح تنحل كلياتها شوي شوي مع الوقت. وهاي بعتقد الصورة اجت على اليوتيوب، في صورة على اليوتيوب. شكرا جزيلا لبلغونا. لا، في صورة على اليوتيوب الآن، في صورة عندي، في صورة يعني. تمام. طبعا بنكمل الموضوع تبعنا. مثل ما قلنا لكم أن المملكة العربية السعودية دائما تسلك هذا المسلك، لكن لم تتعلم المملكة العربية السعودية من تجاربها السابقة بأنه أنه هذه الحلول غير مجدية نهائيا، وهي مضيعة للوقت ومضيعة للمال، حتى للمال هي مضيعة كبيرة أيضا للمال اللي راح يحطوه على محمد الجولاني لفترة، ويكتشفوا بعدين بعد تغير النظرة الدولية عليه أنه كانوا مخطئين بهذا الأمر. طبعا الأتراك قلت لكم يلعبون سياسة خبيثة جدا بهذا الموضوع، والأتراك أدركوا أنه مسألة أنه العداء للدول العربية بشكل مباشر مثل ما حصل في تونس، يعني رشد الغنوشي بالبداية ومحمد مرسي أيضا، أنه هذا خطأ، فبدها بأي شكل من الأشكال تضحك على دول الخليج وتضحك على المملكة العربية السعودية، وحتى أنه من تحت لتحت يقول لهم أبو جولاني أنه إيش ما بدكم، أنا ما عندي مشكلة وكذا، ورح نحول الحكومة مثل ما بدكم لحتى تحصل على نوع من أنواع الشرعية وتمرق المشاريع تبعيتها الأتراك. وهذا أمر أصبح تقريبا واضح. شو عم يصير بالبث اليوم؟ على كل، فالمسألة هاي مسألة مؤقتة، مسألة مؤقتة، والخطوات اللي عم بتشوفها هي ليست اعتراف كما يظن الناس انه والله هو بيعترف فيه ولا ما بيعترف فيه. خطوات الاعتراف مختلفة تماما عن اللقاءات. راح اقول لكم، اعيد لكم شيء مهم للغاية جدا، انه الغنوشي ايضا كان في زيارة المملكة العربية السعودية، واستدعته المملكة العربية السعودية وقتها، وعندما تفاوضوا معه قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية تم تحويل الزيارة من زيارة سياسية إلى إيش؟ زيارة عمرة. فأصدروا بيانات وقتها، وحتى المملكة العربية السعودية أصدرت بيان، وتونس أيضا وقتها أصدرت بيان بأنه الغنوشي ذاهب أساسا للعمرة وليس ذاهب لزيارة سياسية في ذلك الموضوع. فالزيارة الأولى كانت له زيارة سياسية، الزيارة الثانية كانت تحولت لنفس الموضوع. مو معناها أبو محمد الجولاني هو ما يسمى بأحمد الشرع، ما بعرف التسمية هل هي صحيحة ولا لا، لأنه ظهرت تقارير كثيرة جدا بأن المدعو أبو محمد الجولاني ليس أحمد الشارع كما يدعون، ولكن هذا اسم مستعار وغير معروف من هو بالأساس، وهذا الأمر ما بيهمني نهائيا أنا، لا من بعيد ولا من قريب. لكن الموضوع الهام للغاية أنه هذا الرجل كان أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم داعش، وبلشت الصور الآن تخرج من وكالات الأخبار العالمية له لما كان شاب وكان في تنظيم داعش، وكان اليد اليمنى لأبو بكر البغدادي، وهو أحد زعماء تنظيم القاعدة.
وتحدثنا بهذا الموضوع كثير، وانه امبارح ايضا في مسألة حل حركة حراس الدين اللي حصلت، اللي كانت تنظيم القاعدة قبل، و2016 لما هو فك ارتباطه لتنظيم القاعدة. لكن مسألة انه تفك ارتباطك بتنظيم القاعدة كاتصال وكذا، هذا امر لا يطلع على الغرب ابدا، لانه تنظيم القاعدة هو تنظيم فكري، والتنظيم الفكري لا يمكن ان يبدل، يعني المبادئ لا تغير، هذا امر طبيعي جدا والغرب يعرف هذا. والتحشدات الامريكية الحاصلة الان في شرق الفرات، وذهاب نتنياهو بشكل سريع جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بتعكس إلا صور واضحة جدا إنه بعد عودة نتنياهو راح نشوف تغير اللهجة بشكل كبير جدا بالنسبة للحكومة الموجودة في دمشق الآن، واللي فرضت نفسها من قبل الروس بعد ما زار باغدانوف دمشق. وخلال 3 ساعات بعد زيارته مباشرة لم كل القادة العسكريين أو القادة الكتائب اللي موجودة، وهؤلاء ليسوا عسكريين بالأساس، لأنه أساسا الضباط اللي الجيش كلهم مستثنين كانوا من الجيش، وتم حل الجيش وتم حل الأجهزة الأمنية اللي موجودة في سوريا كلياتها، واستفرد هو والهيئة والإدارة اللي كانت موجودة عنده في إدلب، وطبقت على سوريا بشكل كامل كنموذج. وشفنا الأسماء اللي انطرحت في الوزارات تبعيته، أغلبهم أصحاب سوابق في مسألة الإرهاب ومطلوبين دوليا أيضا. فالمسألة ليس كما تظنون أنه والله هي عبارة عن ثورة وقام مجلس ثورة الآن وعمل حكومة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال، وعن طريقة هاي راح يضحكون على العالم كلياته، وتروج هاي الحكومة وتنطلق وكذا ويعترف فيها. هذا الكلام هراء وبعيد عن الواقع تماما، وما جرى على الدول العربية الأخرى، مع أنه هذا أشد، سوريا أشد من التنظيمات اللي كانت موجودة سواء في تونس أو ليبيا أو مصر. هؤلاء يتبعون لتنظيمات جهادية اللي محسوبة على فكر السيد قطب، اللي هو أساسا طلع مفهوم الجهاد. هلا نحن نعرف، نحن في اللي انشا حركه اخوان المسلمين هو مصطفى البنا، لكن حركه البنائيين كانت حركه سياسيه، والدعوه الاساسيه لها ايضا اعاده الدوله العثمانيه او اعاده الخلافه الاسلاميه، او كما يسمونها الخرافه اللي حصلت. وهذا حصل نتيجه ايش؟ سقوط الدوله العثمانيه، واللي الشيء اللي صار مع سلطان عبد الحميد. فخلال السنوات هذيك ال10 سنوات او ال20 سنه، يعني في كثير من الحركات الإسلامية اللي طلعت وكانت تريد إعادة الدولة أو الخلافة الإسلامية. فأحد الحركات طلعت من أفغانستان، والحركة الأخرى طلعت من إيران، وحركة ثانية يعني تخيلوا حتى إيران اللي هي على المذهب الشيعي كانت تحاول أن إعادة الخلافة الإسلامية أيضا. فصدرت حركات أيضا حتى في داخل إيران أيام الشاه، ونتج في العالم طبعا غير الحركات التركية اللي كانت تطلع أيضا. ونتج أن هذا الشعور اللي موجود أيضا أنه خرجت حركة أخوان المسلمين أيضا، وكانت هي أساسا حركة سياسية تهدف إلى إعادة الخلافة الإسلامية. لكن السيد قطب حول الفكر الإسلامي السياسي إلى فكر جهادي، فانطلقت الحركات الجهادية كلها من رحم حركة الإخوان المسلمين، الجناح العسكري فيه أو جناح القطبي يسموه. يعني ونحن بنعرف أنه أيمن الظواهري مثلا كان معروف أنه هو إخواني، واللي استلم نائب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وهو من التيار القطبي. طيب مين بيعرف ليش سموها القاعدة؟ بدي دولة كردية راح اقتلعها من عيونك، ما بدي اياها، راح اخذها غصب. اللي كتب لي بدك دولة كردية، نعم، وبدعس على راسك وامثالك. سميت بالقاعدة لأنها كانت عبارة عن قواعد تم إنشائها بعد أن حصل خلاف كبير ما بين العرب الجهاديين والأفغان،
عندما ذهبوا العرب الجهاديين ليحاربوا الاتحاد السوفيتي وجدوا المجتمع الأفغاني كلياته مجتمع صوفي، فبعثوا رسائل كلياتهم لأسامة بن لادن أنه هؤلاء كفرة، هؤلاء كلهم مشركين، يشدون الرحال إلى القبور، يعملون حلقات الذكر أو الدراويش والأمور هاي كلياتها. فحصل خلاف كبير جدا، فأسامة بن لادن حتى يتجنب هذا الخلاف اللي حاصل ما بين الصوفيين وما بين الجهاديين السلفيين فصل قواعد العرب المجاهدين عن قواعد الأفغان، فسميت قواعد وتحولت إلى اسم القاعدة منها، لأنه بدأت من قاعدة واحدة فقط كانوا فيها العرب يتدربون وما كانوا يعني يختلطون مع الأفغان. ففكر القاعدة خرج من هناك وسميت، بعدين سمى التنظيم تبعه القاعدة من تلك القاعدة اللي كانت موجودة آنذاك. فكل من يعتقد بأنه فكر القاعدة يمكن تغييره هذا بيكون واهم، لا يمكن نهائيا. وما هي إلا إيش؟ فترة وقت لحتى تكتشف فيها الدول العربية. طبعا الغرب عرفانين هذا الموضوع تماما. فخلال الفترة القليلة القادمة رح نشوف نحن بس يتمكن بايدن من مسائل الحكم ويتم الاعتراف، مو الاعتراف يعني التصويت من قبل الكونغرس على كل أعضاء حكومته، راح نشوف التغير الحاصل. أنا بقول لكم إياه بكل وضوح، القرار صادر بإنهاء جميع الحركات الإسلامية اللي موجودة سواء كانت شيعية. نعم ترامب، بايدن قلت بالغلط معلش، لسه كلمة بايدن معلقة على لساننا لسه ما صار له فترة طويلة رايح. على كل ترامب بنقصد فيها، لأنه خلال الفترة القادمة عندما يتمكن ترامب سينهي فيها جميع الحركات الإسلامية اللي موجودة. ونحن نعرف حساسية ترامب وكرهه للحركات الإسلامية اللي موجودة، شئنا أو أبينا، وهذا أمر طبيعي. فلن يسمح ترامب أبدا بأي شكل من الأشكال تكون هناك دولة إسلامية جهادية على حدود إسرائيل. هذا أمر مستحيل. افهموا يا أخواننا في المملكة العربية السعودية، افهموا يا أخواننا العرب الموجودين في سوريا، المنطقة ذاهبة إلى حرب راح تكون مدمرة جدا وراح تحصد الآلاف. وأنا بعرف في أصحاب الرؤوس المربعة والأغبياء راح يقولوا لك ما عندنا مشكلة. أنتم ما بتعرفوا الفوارق التكنولوجية في الحروب أصبحت كام الآن. فالمسائل اللي عم تحصل الآن ومحاولة تركيا بأي شكل من الأشكال أنه تمرق أي حكومة في سوريا هي فاشلة. وهي رسالة إلى الإدارة الذاتية نفسها حتى لا يعرفوا. يعني نشوف تصريحاتهم، نحن جزء، نحن نتفاوض، نحن نعمل، أنتم اقعدوا وراقبوا العالم. ما حدا لا دعاكم لا على مؤتمر ولا قالوا لكم تعالوا شاركونا لنشوف بدنا نختار أحمد الشرع ولا غيره، بدليل اعتراف الجنرال مظلوم عبده من شوي على وكالة أوشوستو بريس. وأنا حكيت كلام قبل الآن وقلت أي شيء بدي أشوفه بدي أنتقد على المستوى السياسي، بدي أنتقد على المستوى السياسي، وليس انتقاد بمعنى أنه أنتقد لحتى أسيء. أنتم ما مطلوب منكم إلا الآن أنه تتحدثوا كما يتحدث حلفاؤكم. عندما تخرج الولايات المتحدة الأمريكية وتتحدث نحن ملتزمين بدعم حلفائنا، إذن يجب عليكم الخروج والتحدث بهذه الطريقة. نحن لدينا حلفاء، وحسب حلفائنا كيف ينظرون في المستقبل على الحكومة القادمة في سوريا، نحن أيضا على ذاك الأساس رح نتصرف. وأيضا الأمر الهام للغاية أنه لازم تكون تصريحاتكم متوازنة
مع تصريحات الدول العالمية كلياتها. أنتم الآن شبه دولة، عندكم القوة، عندكم الإدارة، عندكم الموارد، عندكم كل شيء. يجب يكون الخطاب مختلف تماما بالخطاب اللي أنتم تتحدثوا فيه الآن، وهذا أمر غير مقبول. هذا الأمر غير مقبول نهائيا. رفع ساقف ونوعية الخطاب هام للغاية. لازم يكون خطابكم هيك: سوف ننظر على التصرفات اللي استولوا على الحكم في دمشق الآن، وعلى ضوءها راح نقرر هل سنشارك أم لا نشارك. سوف ننظر كيف سيتعامل حلفائنا مع حكومة دمشق مستقبلا، وعلى ضوءها راح نتخذ الخطوات الصحيحة. نحن نعبر عن مخاوفنا من التصرفات التي تحصل في الوقت الحالي من الحكومة أو المستولين على الحكم في دمشق. لا توجد هناك بوادر تعطينا الاطمئنان بالنسبة لحقوق مكونات الشعب السوري والطوائف اللي موجودة فيها. هكذا يجب أن يكون الخطاب. طيب سؤال: أنتوا عم تتفاوضوا مع حكومة دمشق حسب الكلام هذا، إذا هاي حكومة دمشق بكرة رفعوا الحصانة عنها واعتبروها حكومة إرهابية واعتبروها تنظيم قاعدة وكذا وحاربوها الدول الغربية، ألا تعتقدون أنه الموضوع رح يصير شوي مخجل؟ الشيء الآخر: المرحلة اللي كان فيها موجود بشار الأسد تغيرت، واللي موجود انتم تنظرون على من يحكم دمشق الآن من منظور نفسه هو بشار الأسد اللي كان يحكم، وهذا غلط، وهذا خطأ سياسي فادح. المرحلة تغيرت. من يحكم دمشق الآن مختلف تماما عن المرحلة اللي كانت قبل شهرين. حكومة بشار الأسد كانت امتداد لحكم 70 عام، كانت بنظرة المجتمع الدولي هو الحكومة السورية. أنا ما بدي أحكي شرعية ولا مو شرعية، لأنه أساسا أنا ما بعترف فيه ولا بشرعيته ولا بأي شيء، كشخصيا أنا بقولها. لكن المرحلة ونظرة العالم له كانت مختلفة تماما. الآن المرحلة تغيرت. من يحكم دمشق مختلف تماما عن بشار الأسد. نعم استبدلوا شخصية بشار الأسد باسم أبو محمد الجولاني، لكن استبدلوا نظام دمشق القمعي بتنظيم القاعدة الإرهابي. هنا في فوارق كبير بهذا الموضوع بالنسبة لنوعية الخطاب. وحتى أنتم إذا بتقومون بمفاوضات وكذا ما في داعي تطلعوا على الإعلام بشكل كل يوم عم نتفاوض عم كذا كذا، ما في شيء بالأساس، لأنه أنتم حضرتكم عم تقولوا بنفس الوقت كمان ما في شيء، فليش تظهروا هذا الشيء للإعلام إذا أساسا ما في شيء؟ لم يأتي الجولاني بموجب توافق دولي، واللي أعطاكم هاي الفكرة بيكون غلطان وأهبل ولا يفقه بالسياسة نهائيا، والأيام رح تثبت لكم هذا الكلام. الجولاني أتى بموجب مصالح دولية لطرد الروس من سوريا، ومو مهم بعدين مين بيحكم. بدي أعطيكم نقطة سياسية هامة للغاية. بالنسبة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هل مهم تطلع روسيا من سوريا حتى ولو كان الثمن استلامها من الدواعش أو تنظيم إرهابي؟ أي هو بالنسبة لهم بكفة الميزان أفضل؟
طبعا إخراج الروس، أنا هذاك التانيين أقدر أحاربهم بكل سهولة، وبقدر أغيرهم بعدين بكل سهولة. وهون المعادلات السياسية اللي بتنحسب من هذا الموضوع، تكلفة ماذا هي أكثر. بسبب إيش؟ لم يكن هناك بديل موجود لبشار الأسد خلال 14 سنة اللي فاتت. لا يوجد جهة معارضة سورية قدمت مشروع كان يقنع فيه الغرب بأنه يكون بديل لنظام بشار الأسد في سوريا. فعندما ذهب الوقت وطفح الكيل بالدول العالمية، قرروا إيش؟ حتى لو يستلم تنظيم القاعدة لابد من بشار الأسد بالذهاب، لأنه الحلفاء اللي موجودين معه أساسا إيران وروسيا متعلقين بنظام بشار الأسد. راحت الكاميرا مرة ثانية، ما في مشكلة. يبدو في شيء بالعدادات لازم أسويه إنه فيها مؤقت. على كل، برجع بكرر هام للغاية وخصوصا للمملكة العربية السعودية، إذا أنتم تسلكون نفس السلوك أو الطريق اللي سلكتوه في تونس وليبيا ومصر فأنتم تضيعون الوقت. بس ثواني لنظبط. فالمملكة العربية السعودية بالفعل تضيع الوقت، وراح تضيع أموال كثيرة جدا أيضا، ظنا منها بأنها تستطيع أنه إيش؟ أنه تغير سلوك الجولاني وتغير هيئته. هذا الأمر صعب جدا. طبعا التناقضات الأخرى اللي موجودة، طبعا الروس يلعبون لعبة كبيرة أيضا جدا في داخل سوريا، ويتم التجهيز لجيش أيضا ممكن ينقلب في سوريا في حال أنه غدروا فيهم الأتراك ومحمد الجولاني. يعني ذهاب محمد الجولاني نحو المملكة العربية السعودية والدول الغربية راح يكلفوا إيش؟ راح يكلفوا صراع مع روسيا على الأراضي السورية وإيران. كل من يعتقد أنه إيران وروسيا خرجت خارج سوريا بيكون واهم وما يفقه شيء بالسياسة ولا يفهم أي شيء. الصورة الواضحة، نعم، كل الناس هيك تعتقد وكذا واي. أين ذهب الجيش النظام؟ أين ذهب ضباطه؟ أين ذهب الروس؟ أين ذهب الإيرانيين؟ نعم، الإيران انتقمت أيضا من بشار الأسد. ليش انتقمت من بشار الأسد؟ لأنه بشار الأسد تخلى عن الإيرانيين وكان يعطي أحداثياتهم للإسرائيليين. أنا بقول لكم شغلة واحدة لازم تفهموها، أسهل من شراء ضباط النظام ما كان فيه بوقتها، وهذا الشيء معروف. فقامت إسرائيل بشراء أغلب الضباط الموجودين في نظام بشار الأسد. وكانت تأخذ إحداثيات كل الإيرانيين اللي موجودين فيها. فما كان عندها إيران بأنها تنتقم من بشار الأسد. بعد أن أخذت ضمانات من تركيا واضحة أيضا بأنه مشروع ستانا اللي تم توقيع عليه وسوشي أنه راح يكون ماشي حتى في حال سقوط بشار الأسد. فمن يظن أن الروس ينسحبوا من سوريا بيكون واهم. الروس لم ينسحبوا من سوريا، موجودين في كل القواعد الموجودة في سوريا، ولن يتنازلوا عن سوريا إلا أن يكون عندهم بديل، والبديل ما راح يجي إلا في حالة واحدة اللي هو الاتفاق في أوكرانيا وانتهاء مسألة عداء روسيا للغرب، واعطوهم ميناء آخر بدل
ميناء طرطوس لحتى يمدوا قواعدهم الموجودين في افريقيا. اما غير هيك الروس مستعدين لاكبر حرب يشنوها وبكل اشكال الاسلحه اللي موجوده ايضا، وما راح يتنازلوا عن سوريا بكل هاي السهوله. هاي يحطوها قاعده. وكل اللي تشوفوه على الاخبار والمحللين السياسيين وروسيا طلعت وروسيا خسرت في سوريا وكذا، هذا كلام هراء. وتركيا تدرك تماما، تركيا تدرك تماما انه خروج الروس راح يكلفها كثير وراح تعتبره خيانه وراح ينتقم منها الروس. لذلك الاتراك لحقوا حالهم بسرعه واتفقوا مع الروس على هذا الموضوع. الروس مو مستعدة تسليم الأسد، مستعدة أي شيء بس ما تخسر قواعدها الموجودة في سوريا. خسارة الروس للقواعد اللي موجودة في سوريا يعني انتهاء قواتها الموجودة في وسط إفريقيا. يعني لازم تسلم مالي وتسلم بوركينا فاسو وتسلم النيجر وتسلم وسط أفريقيا كلها ومناجم الذهب واليورانيوم والمعادن الثمينة الموجودة كلياتها مرة أخرى لفرنسا والغرب. لا تستطيع الاستمرار، وهي معادلة مهمة للغاية. فبالنسبة لهم مستعدين يخلوا سوريا تبتلعها البحر ولا يسلموها. بنغازي ما بتحل المشكلة، بنغازي ما بتحل المشكلة. يحتاجون إلى ميناء في الشرق الأوسط على البحر المتوسط، وما بيحقق لهم إلا ميناء بيروت وهذا مستحيل، موانئ إسرائيل وهذا مستحيل، موانئ سوريا اللي هي موجودة فيها، وميناء ميرسن. فقط ميناء ميرسن، حتى اللي هو اسكندرون ما بيمشي الحال. لا تستطيع تركيا إعطاء ميناء ميرسن للروس لأنه هي دولة في حلف الناتو. فهاي المعادلة المهمة للغاية. الآن زيارة نتنياهو، طبعا شفنا تصريحات كتير من نتنياهو سابقا ودولة إسرائيل، وأنا اللي بشك بصراحة كتير في تصريحاتهم، لأنه تصريحاتهم ما لها كتير جدية، دائما يستخدموها في السياسة بالرد على الأتراك. وشفنا نحن كتير كمان، يعني لما كان أردوغان يتهم نتنياهو بمسألة الإبادة الجماعية في غزة أو أي شيء، كان يرد عليه نتنياهو أنه أنتم كمان تقومون بإبادة الأكراد، وأنتم ما بتعطوا الأكراد حقوقهم، والأمور هاي كلها. أنا ما راح أحطها غير في إطار الصد والرد، بحكيها بصراحة. ايش عم تسوي؟ عندي دقيقة بس مشان ابعت واحد ورا الشمس. انا بشخصيا راح ابعتك ورا الشمس، شخصيا روح. المسألة مسألة تصريحات كانت، لكن الآن القواعد السياسية تغيرت، وسينتقل الإسرائيليين من مرحلة التصريحات إلى مرحلة العمل. الآن فعلا سوف يطلب نتنياهو بشكل واضح وصريح من ترامب عدم التخلي عن شرق الفرات، لأنه بالنسبة لإسرائيل هي أصبحت مسألة أمن قومي. لن يسمح نتنياهو بأي شكل من الأشكال على حدوده تكون يحكم تنظيمات إسلامية جهادية. ونحن شفنا التجربة المريرة اللي كانت ببداية التسعينات عند ظهور التنظيمات الجهادية الإسلامية في فلسطين أو إسرائيل. أول شخص قام بتفجير نفسه بالعالم كلياته كان محسوب على الحركات الإسلامية كانت في إسرائيل وقتها، تتذكروا هذا. ولما عمل جدل كبير جدا بين علماء المسلمين، من حرم ومن كفر ومن اعتبرها جهاد. حتى
حتى علماء المسلمين لم يتفقوا على فتوى بهذا الموضوع. بتتذكروا هاي كانت بداية كتاب عز الدين القسام، بعدين خرجت حركة الجهاد الإسلامي، بعدين أنشئت كتاب صلاح الدين الناصر صلاح الدين، وبعدين جاءت حركة حماس. فهذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل خط أحمر. لن تسمح إسرائيل بأي حكومة حتى ولو قرروا أنه يغيروا من نفسهم. لو خرج أبو محمد الجولاني بكرة وقال لك أنا اعتنقت الدين المسيحي وبدي أروح على الديسكو وصور بالديسكو وقدامه كاسة بيرة، إسرائيل ما راح تصدقه. إسرائيل ما راح تصدقه. أنا بقول لكم إياه، لو بكرة قلب مسيحي وأكل لحم خنزير قدامهم وحط كاسة بيرة أيضا ما راح تصدقوا نهائيا. هذا الموضوع منتهي نهائيا. لن تقبل إسرائيل إلا من الدول العالمية بتقسيم سوريا، وهذا واضح. أنا بقول لكم إياه، لحتى تحولوا لكيانات. هاي الكيانات ما بتنافس إسرائيل وتكون لها تهديد في المستقبل. ومو بس هي، حتى الدول الثانية الموجودة على الأرض السورية. وهذا أمر واضح جدا. أما بالنسبة لإيران أنا حكيت لكم الموضوع هذا. إيران هي نفسها راح تخلع، لأنه أسهل من هذول بكثير. هي راح تخلع العباية هاي كلياتها وهي راح تقسم نفسها. يعني قبل ما يجيها التقسيم هي راح تقسم نفسها وتسوي أمورها وانتهت. لكن الأتراك ما راح يكون إلا بالشكل اللي حكيت لكم عليه سابقا أيضا. اللي بيكاتب لي إنه ليش ما خلصوا الأتراك، لأنه ما كان جاي الوقت. الآن جاء الوقت. الآن جاء الوقت اللي إنه تبلش الخطط الدولية المرسومة. وأنا قد مثل ما قلت لكم أدرك الأتراك تماما بأنه مسألة المخططات قادمة لا محالة. فشفنا اليوم تغيير للهجة التركية نوعا ما أيضا. ولما شافوا القوات التحالف الدولي عم تدخل إلى شرق الفرات بمئات الشاحنات كل يوم، ونوعية الأسلحة اللي عم تدخل وتعلن فيها التحالف الدولي، أنا بس أسأل لكم سؤال واضح. أنظمة التشويش على الطائرات المتقدمة جدا، ليش بيجيبوها التحالف الدولي إلى شرق الفرات؟ هل تنظيم داعش يمتلك تلك الطائرات المتقدمة اللي لازم يشوشوا عليها؟ بس جاوبوني بكلمة، يا لا يا نعم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل جايبينه مشان الأذرع الإيرانية اللي أنهوها بالأساس في سوريا ولبنان أيضا؟ طيب لمين جايبينها؟ هل الحكومة السورية الإرهابية اللي محسوبة على تنظيم القاعدة تمتلك تلك الأنظمة المتقدمة؟ لا. طيب جايبينها مشان يحاربوا إسرائيل؟ لا. هل العراق دولة الجارة أيضا تمتلك هذه النوعيات من الأسلحة؟ لا. تذكروا قبل سنتين سألت نفس هذا السؤال وانصدم فيه كمال وقتها لما سألني كل الأسلحة الجاية والتدريب والكذا مشان شو؟ قلت له مشان تركيا. قال لي معقول؟ ما هي دولة تحالف وكذا. قلت له نعم. طبيعة الأسلحة اللي عم تفوت وطبيعة المضادات الجوية اللي عم تفوت ما جاءت لتحارب دولة إلا هم دعموها وعندهم أسلحة تحتاج إلى هاي النوعية من الأسلحة هاي، ولا توجد في المنطقة إلا دولة واحدة هي تركيا. حتى
إيران ما بتمتلك هاي المنظومات، وهي إيران خرجت من المعادلة بالأساس. في واحد ثاني كمان بدي أبعته وراء الشمس مشان ما بقى يفوت على بس يا دولة. عبد القادر يا بو، جيبوا لنا اياه عبد القادر مشان ابعته ورا الشمس. انا شخصيا بدي ابعته. ابعتوا لنا عبد القادر ورا الشمس، هلا بدي ادور على اسمه. انا ما بعرف، انت اللي بتكتب لي انه كل كلامك مو صحيح وكذا، ليش داخل لعندي يعني؟ فهمت علي شلون؟ انا بعتقد انك سنتين، بس الالم شديد. انا فهمان الالم شديد جدا. وكل اخواننا العرب الموجودين الان بالبث وهم اللي مخالفين لارائنا السياسيه، صدقوني كلياتهم قاعدين وعم بيتألموا الان. واتمنى انه تكتبوا لي رقم 5. والله اوعدكم ما اخلي مشرف لا يكتمكم، اوعدكم ما بخلي مشرف يكتمكم ولا بيحظركم، بس رقم 5. اللي متألمين لا تكتبوا انتوا، لا تكتبوا انتوا، في ناس من عندنا تكتب رقم 5. بس هذا الواقع، صدقوني هذا الواقع اللي راح يصير في سوريا. والله دولة السنة والعرب السنة اللي راح يسيطروا على حكم وكذا، يا ريت كان مو بالشكل هذا، مو عن طريق تنظيمات الراديكالية. أنا ما عندي مشكلة، بالعكس تماما. مع أنه أنا ضد فكرة أنه والله العرب أو الكرد أو كذا أو العلوية أو المسيحية أو أي حدا يحكم وكذا وهي، لا، اللي يحكم هو بالكفاءة، والأكثرية السياسية هي اللي تحكم، مش الأكثرية العرقية. طبعا هذول الأغبياء الفهمانين أنه نحن الأكثرية يجب أن نحكم. الأكثرية ليست هي الأكثرية العرقية، الأكثرية دائما هي الأكثرية السياسية، وأنا شرحت هذا في حلقات مطولة، شرحتها. الأكثرية هي أكثرية سياسية، ما بالضرورة يكون الحاكم كردي أو يكون علوي أو يكون مسيحي أو يكون عربي أو يكون سني أو يكون أي شيء يكون. الكفاءة السياسية هي اللي بتحدد مين لازم يكون وزير ومين لازم يكون رئيس. وهذا الأمر اللي ما قادرين يفهموه أصحاب الرؤوس المربعة، أصدقائنا اللي بيعملوا حالهم أنهم عرب المستعربة. لكن الصدمة راح تكون قاسية جدا. ويعمل الدول دائما، وأنا حكيت عن هذا الموضوع دائما، إذا أنت بدك تفشل أحد، شو بتسوي؟ تدعمه، بتقدمه لا يحكم ولا كذا، بعدين تحطم مشاعره وتدمره نفسيا بأنه فشل. وهي سياسات بتجري على الشعوب عفوا. مرة أخرى تحدثنا عن مواضيع إقليمية ليس متعلقة في سوريا في شرق الفرات، تحدثنا عن مصر، تحدثنا عن تونس. رح نرجع بالحلقات القادمة، رح ناخذها أمثلة أكثر. طبعا أنا بعرف كثير من الناس مثلا ما بدنا نحكي إلا بسوريا وبشرق الفرات، لكن الأمر متعلق ببعضه كلياته، وما هي إلا نماذج لهذا الموضوع. طبعا مثل ما قلنا لكم، زيارة نتنياهو لترامب هي زيارة مفصلية وهامة للغاية، واللي راح تود خلال بعد الزيارة وهي راح نشوف تباعا القرارات اللي راح تطلع من الولايات المتحدة الأمريكية وراح تجري على العالم كلياته، وهذا هام للغاية. أنا أعتبر زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي أهم بكثير من زيارة أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، لأنه أنا فهمان تبع المملكة العربية السعودية وفهمان تبع زيارة نتنياهو لهناك، لكن نوعا ما شو هي الإجراءات اللي راح تحصل بعدها راح نشوف في المستقبل القريب. ستفشل المملكة العربية السعودية مع الشرع، كما فشلت مع راشد الغنوشي، وكما فشلت مع محمد مرسي، وفشلت أيضا في ليبيا، وفشلت في دول عديدة جدا، وانتقلوا إلى مرحلة إيش؟ الثورة المضادة، انتقلت إلى الخطة ب. وهذا للأسف اللي دائما
تسلك المملكة العربية السعودية، تسلك الخطة ألف، تحاول مع أي حكومة موجودة، لكن تكتشف أنه الخطة فاشلة، فتذهب إلى الخطة ب اللي هي عبارة عن ثورة مضادة، سواء كانت سلمية أو كانت عسكرية. طبعا في تونس كانت سلمية، في مصر كانت سلمية، في ليبيا كانت عسكرية. وهذا اللي راح نشوفه خلال الفترة القليلة القادمة. طبعا أنا هنا راح أنهي البث اللي موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك لليوم. كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي كانوا معانا هناك. طبعا والشتامين كانوا كثير. أنا أشعر بالألم اللي تشعرون فيه، يعني حاسس بهذا الألم، لكن غدا لناظره قريب. وما الشتائم هاي كلها ما بتعبر إلا عن أخلاقكم الدنيئة أيها الأعراب، كما ذكر لكم القرآن الكريم أن الأعراب لأشد كفرا ونفاقا. فهؤلاء الأعراب اللي هم استعربوا مع الوقت، هذه هي أخلاقهم، ضايعين الهوية، ضايعين القيم، وضايعين الدين، وضايعين الأخلاق بشكل كامل. فما عنده لغة سوى لغة الشتم، لأنه لا يفقه لا بالعلم ولا يفقه بالسياسة ولا يفقه بالمصالح ولا يتحدث كبشر. هم أسقط من البشر كلياته. فلذلك ما عندي مشكلة أبدا. شتيمتك إلي بتعطيني فقط شيء واحد، تعرف شو هو؟ القوة بأنني على الطريق الصحيح. لو لم تشتمني وقلت كلامك صحيح كنت شكيت بنفسي. أنا اليوتيوب شو بدي أعطيكم إشراف ما بعرف، لازم أتعلمها وبعدين أعطيكم إشراف. فبس حبيت أوصل الرسالة هاي لهم. كل الحب والاحترام للأخوة اللي كانوا موجودين معنا على اليوتيوب والفيسبوك. راح نستمر بالحلقات وراح نؤلم ناس كثيرة جدا إلى نهاية الفيلم اللي راح يحصل على الأراضي السورية. تحياتي لكم. نتحول إلى التيك توك.